النهاردة رحت جامع الأزهر وصليت فيه الجمعة والعشاء والتراويح. أول ما دخلت ساحة وصحن الجامع، وبعدين دخلت الجامع وحضرت قرآن الجمعة واللي كانت إذاعة القرآن الكريم بتبثه من هناك. صلينا الجمعة وخرجنا من الجامع وتوجهنا للخارج لحد ما رجعنا لصلاة العصر. صلينا العصر وحضرنا درس العصر وقرأت الورد القرآن بتاعي، وبعدين خرجنا تاني عشان ينظفوا ويجهزوا المسجد. دخلنا الساحة وتصورنا فيها وخرجنا ووزعوا علينا عصير وبلح للفطار لحد ما رجعنا تاني لصلاة المغرب. حضرنا قرآن المغرب وصلينا، وبعدين اتوجهنا لفطار الجامع في الساحة، الوجبات اللي بيقدمها شيخ الأزهر للوافدين والزائرين لجامع الأزهر. ودي كانت الوجبة. لما فتحتها لقيت فيها كفتة ولحمة وبانيه ورز بسمتي وكميات كبيرة ما شاء الله. بعدين لموا الأكل ونظفوا الساحة والناس بدأت تتجمع وتتصور وتدخل الجامع في انتظار صلاة العشاء والتراويح. دخلنا الجامع وصلينا العشاء والتراويح، وكانت قنوات التلفزيون بتصور وبتبث من هناك. صلينا 10 ركعات من 20 ركعة وخرجنا ورحنا شارع المعز ولفينا هناك شوية، وبكده اليوم خلص وروحنا. قم في فم الدنيا وحي الأزهرا، وانثر على سمع الزمان الجوهرا، واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خرز السماء النيرا، واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثة مكبرا.